السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم احلى الاكلات في مطبخ حور ونور. يا رب دايما تكونوا بخير، يا رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم، وكل عام وانتم بخير، وصباح الفل صباح الياسمين على عيونكم. احنا النهارده هنعمل وصفة البسكوت الفلاحي، حاجة كده ما اقولكوش جميلة جدا جدا. اعملوها لايك بقى عشان الفيديو يتشير. ان شاء الله ان شاء الله هنسمي الله ونبدأ. معانا كيلو من الدقيق مخصوص للكحك والبسكوت، تمام. عليه معلقة بودر. هنقلب المكونات الجافة دي مع بعض، رشة ملح بسيطة، ونقلب المكونات ونحطها على جنب، تمام. الخطوة التانية معانا، بسم الله الرحمن الرحيم، معانا 300 جرام من السمنة. معانا كمان نص كوباية زيت، بس ما بانش في التصوير، بس ما يجي وقتها هقول لكم هنحطها امتى. طبعا بالمضرب السلك او بالعجان، تمام، او بالمضرب الكهربائي هنضرب السمنة بتاعتنا كويس، ونبدأ نحط السكر بتاعنا. معايا كوبايتين من السكر البودر مطحون طبعا. هبدأ بقى اخلط المكونات بتاعتي كده، ما بياخدش مننا وقت خالص، بس اهم حاجة تمشي على الخطوات، لان الخطوات دي باذن الله باذن الله هتبقى مظبوطه معاكي جدا جدا جدا، تمام. طبعا هنشيل الاحرف على السكر والحاجات اللي على حرف الطبق، وندوب السكر بتاعنا. هو طبعا ناعم بس لازم يدوب برضو، تمام. هخلط لحد ما السكر والسمنه يبيض معانا. طبعا السمنه بتاعتي دي خليط سمنه زبده على كريستال، تمام. دلوقتي هبدأ احط البيض بتاعي. معايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة او من التلاجة، مش فارق خالص، مش هيفرق معاه، لان العجينة بتاعتنا دي مش زي الكيك. هنحط بقى باكوين من الفانيليا، ونبدأ نحط البيض بيضة بيضة، ونقلب، تمام، لحد ما القوام بتاعنا الخليط كله يتماسك مع بعضه او يختفي البيض بتاعنا، تمام. حابة تحط الخطوات دي كلها في الخلاط، مفيش اي مشكلة، تمام. لو عندك خلاط تحب تحط فيه الحاجات دي كلها مفيش اي مشكلة خالص. الخطوة التانية معانا خطوة مهمة جدا، هي النشادر او الامونيا. هنحطها معانا نص كوباية، بس خد بالك نص كوباية لبن سخن، تمام. هنحط النشادر فيها، وخد بالك لحسن بيفور تحطها في حاجة كبيرة شوية عشان بيفور بسرعة. هنحطها طبعا على الدقيق، ونبدأ نقلب الدقيق بتاعنا نخلطه، تمام. ادي العجينة بتاعتنا ما بتتعجنش، تمام، ما بتتعجنش، هي يا دوبك بس تلف كده، تلف العجينة كده ببعضها وخلاص، تمام. دلوقتي هنجهز المكنة بتاعتنا والقمع. شايفين المكنة العادية بتاعت زمان خالص، والقمع الجميل بتاعنا. ولازم يكون القمع بتاعك مظبوط عشان ينزل العجينة مخططة كده وجميلة، زي ايام زمان اجدادنا ما كانوا بيعملوا البسكوت ده ويتلم حوالين الطبلية. ايام جميلة، يا رب يعودها على خير يا رب. شايفين البسكوت بتاعنا في الفرن، معانا نار متوسطة من فوق ومن تحت. وخد بالك الصيجان ساعات بيبقى في الصيجان بيبقى المعدن بتاعها يستحمل النار فتحرق البسكوتة معاكي، وفي صيجان بتبقى تحتاج نار زي الصيجان الألمونيا. شايفين ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تحفة والله تحفة. اعملوا لايك بقى عشان تمام. شايفين، من كل عام وانتم بخير، واشوفكم على خير فيديو قادم بإذن الله.